تعالوا بقى نقلب الوكه بتاعتي معاكم. اللهم صل على النبي. شايفين اللي ما حطيناش دسم نازل عامل ازاي؟ بالصلاه على النبي. شوفي طبقك بقى وشكله حلو قد ايه، يخليكي تاكلي قبل ما تدوقي. بالصلاه على النبي حاجه حلوه. شكرا لكم يا اصدقائي ويا حبايبي، والله انا مقصره في حقكم في الكلام، بس ربنا عالم انا بحبكم قد ايه، وكل واحد حد بيقول لي كلمه طيبه اشكره عليها جدا جدا، ويا رب ما تحرمش منكم ودايما منورني ومكترين. السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في احسن صحه وحاجه. نعمل مع بعض باميه بقى ويكا بطريقه حلوه. غسلت الباميه وهمسكها امعها وهشيل الشريحه حلوه احترافيه بسيطه وسهله وسريعه جدا. ايه رايكم في جمال الباميه لما بتتقشر؟ تحفه ولا لا؟ كده هنقطعها بالشكل ده وبنقشرها بالشكل ده، وشايفين القشر اللي بنطلعه منها بقى عامل ازاي. خلصنا الباميه بتاعتنا تقطيع، ولازم الباميه ما تبقاش كبيره قوي عشان ما تبقاش مفرغه. معانا حته دهنه، شوفوا قد ايه هنحطها على عين القهوه تسيح. شوفوا الدهنه بتاعتي جابت سمنه عامله ازاي. نحط عليها بقى بصلايه، مش حاطه سمنه خالص يا جماعه عشان انا لسه هعمل تقليه وهيبقى فيها سمنه، وعشان ما تبقاش دسمه زياده عن اللزوم. شوفوا الدهنه عملت ايه، جابت سمنه حلوه ازاي. سمنه بلدي ضاني دي، شوفت الدهنه ضاني. تخيلوا بقى هتبقى الويكه طعمها عامل ازاي. هصفر عامله الويكه عشان شوفوا اللحمه، عامله لحمه جايه سمينه بشكل فظيع، سمينه جدا. لكم في لون البصله الجميل كده. حطي بقى الويكه، انا هخلي مصر كلها تحب الويكه. ناويه اخلي اللي ما بتحبش الويكه النهارده تحبها. انا شوحتها بقى بالصلاه على النبي كده مع البصله والحته الدهنه بقى، سمنه الدهن دي بالصلاه على النبي حاجه بقت حاجه حلوه. وحطيت لها توابل، حبه فلفل اسود وشعره صغيره كمون وشويه ملح. حطوا طماطميه واحده مبشوره، انا عاملاها كده يا جماعه، ما بحبش الحاجه البيضاء المقيحه قوي دي. هي طماطميه واحده اهي، خليها تشرب منها بطريقه كده هتعجبكم جدا. تعالوا بقى نزود الوجبه بتاعتنا من الشوربه الجميله اللي فيها بصل وطماطم وفيها حاجات حلوه كلها كده. شوفوا شوربه بقى دسمه وحاجه حلوه. هزود الوجبه بتاعتي واكملها سوا بقى، تستوي لحد ما تتهمك خالص. عايزه اقول لكم ان الويكه ديت طبخه صعيديه. الويكه ديت الاصل بتاعها بتبقى باميه متنشفه وبتحط عليها فول او بتحط عليها عدس، وبتتعمل بطرق غير الطرق اللي احنا بنعملها دي خالص. احنا كده بنعمل باميه بس بندلعها. دي معلومات يعني ممكن الصعايده اخواتنا الصعايده يردوا عليا يقولوا لي تبقى شكلها وحش في الطبق كده. على يعني شوفوا الباميه بتاعتي استوت وبقت جميله. حطينا شقتين في بعض كده، وانا مش عايزه، انا عن نفسي بجد عايزه اسيبها كده، نحط لها الطشه وهي كده تحط في الطبق هيبقى شكلها حلو. بس احنا هنحاول نعمل فيها ايه، نديها شويه كده عشان نبقى قريبين من الباميه الويكه. فكره العين بتاكل قبل البق يا جماعه، لازم تبقى الحاجه شكلها حلو كده وانت بتاكلي. ويا رب كده الصعايده حبايبي ما يعيبوش على طريقتي ويقولوا لي رايهم. معلقه توم محترمه كده بقى هنعملها، وهنحط بعد ما تصفر كده حبه كزبره. التوم بتاعي شوفوا صفاره جميل ازاي. هقوم حاطه بقى معلقه صغيره كده كزبره، حبه حلوين كده كزبره، عاملينها زي طشه الملوخيه بالظبط يا جماعه. خليكم بقى معايا في الحته دي، طولها عليكم شويه بس مش مشترك، هاديه ودايما هدي نارك كده طلعي الاكل مظبوط وجميل جدا. اللهم صل على النبي. شوفوا اللون بقى حلو قوي. تعالوا بقى نحط في نشوفوا الباميه بتاعتي. شوفوا اللي هي ايه، شوفوا تكسيرتها بقى، كسروها تكسيره حلوه ازاي، يعني لا اتهرت ولا اللي هي بقت عجينه كده. هنحط بقى طشه الثوم عليها. شوفوا الله الله ريحه، يا سلام لو تشموا معايا ريحه بصراحه تحفه. خلي الشويه دول تعالوا معايا نحطهم على ايه، عندي صينيه البطاطس ولحمه دسمه، هروح ارشهم بقى عليها كده هيدوها ريحه وطعم تحفه. هي ثانيه عملت صينيه بطاطس بقى جنبه باللحمه الدسمه بتاعتنا، نروح حاطين لها شويه صلصه دي كمان وندقها تحمر في الوش في الفرن، وعملنا احلى صينيه بطاطس. وكده خلصت معايا. وكده الويكه اكيد ماشي الصعيدي، اكيد دي الويكه المصريه جميله، بس جميله والله. جربوها بالطريقه دي حلوه وهتعجبكم، وخفيفه عن الباميه العاديه ام تخديعه. وشوفوا الفيديو هيعجبكم جدا.